6ix9ine يخلق ضجة من جديد بسبب صديقته الجديدة يايلين لاماسفيغال، والتي نشر عنها العديد من الفيديوهات وهي تضرب 6ix9ine. لكن أحدهم لم يصمت وأراد الركوب على الموجة، وهذا الشخص هو مقدم راديو أو بودكاست في أمريكا اللاتينية آلوفوكي. هذا الشخص استضاف 6ix9ine في العديد من المرات، ومؤخرا حدث بينه وبين تاكاشي عدة خلافات، لذلك 6ix9ine لم يعد يقبل الحضور إلى برامجه، مما جعله يكن الحقد ل6ix9ine. وفي أول مشكل حدث بينه وبين يايلين استغل آلوفوكي هذه الضجة، وكان هو السبب الرئيسي في فضح 6ix9ine ونشر عدة إشاعات حول أن 6ix9ine يعتدي على صديقته يايلين ويستغلها، كونها صديقة قديمة للمغني المشهور أنويل AA، صديق 6ix9ine أيضا سابقا. لكن بعد أن تم الإمساك ب6ix9ine في سنة 2018 في السجن، ألغى صداقته معه، و6ix9ine انتقم منه وسرق منه صديقته يايلين. هذا ليس موضوعنا اليوم، بل موضوع حلقة اليوم هو ما هو سبب خلاف 6ix9ine مع صديقته يايلين، ولماذا يايلين تضرب 6ix9ine، وهل حقا تاكاشي 6ix9ine يعنف صديقته يايلين كما ادعى آلوفوكي، وماذا دخل آلوفوكي في القصة كلها؟ ولمعرفة القصة كلها تابعوا الفيديو حتى النهاية، واشتركوا في القناة إذا لم تكونوا مشتركين، وتابعونا بعد الانترو. 6ix9ine بعد النجاح الكبير الذي حققته أحد أغانيه الأخيرة مع يايلين لاماسفيغال، والتي تجاوزت حاجز 100 مليون مشاهدة، وبعد دخوله للسجن وخروجه بكفالة مالية بتهمة الاعتداء على منتجين موسيقيين في جمهورية دومينيكان، 6ix9ine هذا الشهر واجه عدة فضائح جديدة بسبب صديقته الجديدة يايلين. والسبب الحقيقي الذي جعل جميع مواقع الإخبارية في السوشيال ميديا تتحدث عن هذه الحادثة هو الشيطان الذي دخل بين هذين الاثنين وفضح أسرارهم. أقصد هنا بالتحديد آلوفوكي. آلوفوكي كما ذكرت في مقدمة الفيديو كان مقدم راديو في الماضي، والآن هو يقدم مقاطع فيديو طويلة على شكل بودكاست على عدة منصات، خصوصا على منصة اليوتيوب، وهو يستضيف شخصيات كبيرة ومشهورة في أمريكا اللاتينية. ولعل أبرز هذه الشخصيات كان تاكاشي 6ix9ine، والذي قام بقبول دعوة آلوفوكي له 3 مرات وحضر عنده ولبى الطلب، وكان كل شيء على ما يرام. 6ix9ine في الأصل لم يكن يعرف من هو آلوفوكي، عرفه فقط من خلال صديقته يايلين، وعندما حضر في المرة الأخيرة في بودكاسته تم طرح عدة أسئلة محرجة على 6ix9ine والتي لم يجب عليها، وشعر أنه غير مرتاح ولم يكمل المقابلة وخرج. 6ix9ine أحيانا لا يحب من يسأله عن حياته الشخصية ويريد معرفة كل شيء عليه، ومن بين هذه الأشياء كيف استطاع 6ix9ine أن يتعرف على يايلين رغم أنها حبيبة سابقة للمغني أنويل AA. وقبل أن أكمل حلقة اليوم يجب أن أذكركم أن يايلين هي صديقة قديمة لآلوفوكي قبل حتى أن تتعرف على أنويل AA و 6ix9ine. المهم قبل شهر من الآن تقريبا اتصل آلوفوكي بيايلين عبر تقنية البث المباشر عبر منصة الانستغرام ليقوم بدعوتها للحضور لأحد حلقاته المستقبلية. يايلين سوف توافق على الفور، لكننا سنشاهد تدخل 6ix9ine في المحادثة، والذي كان جالس طبعا بجانب صديقته يايلين طوال الوقت. وأخبر آلوفوكي أن يايلين لن تحضر أبدا لبودكاسته التافه.
وحدث شجار بينهم وتم إنهاء البث المباشر. لكن حينها هذا الموضوع لم يخلق ضجة ولم يتحدث عليه أي أحد. لكن هذا الأسبوع اهتزت أغلب مواقع التواصل الاجتماعي على فيديوهات نشاهد فيها أن يايلين لاماسفيغال تعنف 6ix9ine وتضربه بعصا، وفي فيديوهات أخرى شاهدنا يايلين وهي تحمل مسدس على 6ix9ine وتدمر سيارته باهظة الثمن. هذه الفيديوهات نشرها تاكاشي 6ix9ine بشكل متعمد للعلن ليظهر للعالم أنه مجرد ضحية وليس هو من يقوم بتعنيف، بل يحدث معه العكس، وأن يايلين هي من تعتدي على 6ix9ine. كان هدف 6ix9ine هو فقط إظهار للعالم أنه مجرد ضحية ليايلين، وأنه صابر على أفعالها الطائشة لأنها تعاني من أمراض نفسية في الفترة الأخيرة. وبالطبع إن بحثنا على من يحاول تشويه سمعة 6ix9ine سنجد أنه آلوفوكي، والسبب هو منع 6ix9ine ليايلين من أن تحضر لأحد البودكاستات الخاصة بآلوفوكي في البث المباشر وأمام الجميع، الشيء الذي جعل آلوفوكي يكن الحقد ل 6ix9ine وأراد الانتقام منه بتشويه سمعته واستغلال يايلين في هذا الشيء ليصل لما يريد، حيث أنه كان يتجسس عليهم ويطلب من يايلين أن ترسل له فيديوهات عن مشاجرتها مع 6ix9ine. وفعلا حصل هذا الشيء، واستغل آلوفوكي الفرصة ونشر تلك المقاطع للعلن، وأصبح 6ix9ine ترند في أمريكا اللاتينية. و6ix9ine هو أيضا طلع شخص فطن وذكي وقام بتصوير صديقته يايلين وهي تعنفه ليظهر للجميع أنه مظلوم وأنه ضحية لمؤامرة أسسها آلوفوكي. بعد كل هذه الأحداث التي حدثت والمسلسل المكسيكي الذي شاهدناه جميعنا، تدخلت الشرطة وقامت باعتقال يايلين على أفعالها وعلى أنها تحمل مسدس أمام شخصية مشهورة مثل 6ix9ine وتضربه. لكن 6ix9ine طلع رجل حقيقي وذهب لمركز الشرطة وقام بمسامحة يايلين على كل أفعالها لتخرج من هناك، وصرح للصحافة أن يايلين فقط مصابة بأمراض نفسية مؤخرا وتحتاج للرعاية والاهتمام وشرب دوائها وسوف تتحسن. لكن ما نعرفه نحن عن 6ix9ine هو أنه شخصية انتقامية ولن يتوقف حتى يطيح بآلوفوكي على ما فعله كما فعل مع أعدائه السابقين. وأعتقد أن هذا الشيء سيكون هو موضوعنا للحلقة القادمة إن شاء الله. المهم يا أصدقاء، كان هذا كل شيء في فيديو اليوم. من فضلكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. سوف ننزل جزء ثاني لقصة 6ix9ine مع صديقته وعدوه. Peace and love، لنلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.